السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل على النبي. ان شاء الله باذن الله انا هعمل لكم النهارده قرنبيط. القرنبيطه انا جايباها بلدي، البلد اللي هي تحس انها مفرغه كده، مش اللي هي عامله عناقيد كبيره كده، وتبقى حلوه مسكره. يا بابا يا ماما خدتني يا ماما دلوقتي وانا جاي. مش انا بقى اقطعها، احطها بقى ايه وردات، اقطعها بقى كده وردات وردات كده اهي. طبعا حاطه الميه بتغلي اهي. هاجي بقى من هنا كده اشقها عشان ايه تستوي، من هنا كده عشان ما تبقاش ناشفه من هنا كده اهي. العنقايه طويل شويه ايه، انا بقصها شويه من العنقايه بتاعها اهي اهي. احطهم بقى اشطفهم، وانا حاطه الميه بتغلي اهي. انا حاطه الميه بتغلي اهي، احطهم بقى اسقطهم فيها اهي. احاول بقى اخلي العلق بتاعها لتحت كده عشان يستوي. احنا بقى ايه تلات فصوص توم احطهم بقشرهم كده يتسلقوا معاهم، وشويه ملح وحبه كزبره صغيرين عشان الريحه، وشويه كمون اهو. ودول سنه زعفران، اللي عنده كركم ولا كاري يحط، بس انا مش بحب الكاري ولا الكركم في الاكل اهي. يدوها لون بقى ايه في التحمير. سيبها بقى ايه تغلي وتستوي، لما تستوي هوريها. هو خلاص غلي اهو، استوى، ما خدش 6 دقايق، استوى خلاص اهو. هصفيه بقى واحط عليه حبه ميه ساقعين. البطاطسات يتسلقوا. قولي من الاول. هنا جبت 3 بطاطسات اتسلقوا وخرطتهم كده دورانيات كده، طرنشات كده تخينه شويه، وسلقتهم واعملهم بقى مع القرنبيط. هصفيهم بقى من الميه. انا ان شاء الله باذن الله بقى انا ايه شويه خضره كزبره خرطتهم، وعليهم حته شطه حراقه، مش اشكال. احط معلقتين 2 نشا على الخلطه، و3 بيضات. انا ما حطيتش بيض كتير لان البيض اصلا غالي، ومش عايزين نعملها زي العجه كده تقعد تفور في الزيت. وطبعا دقيق وكوبايه زبادي بدل اللبن، وايه وربها بحبه ميه. عندكم لبن ربوها بلبن حليب. والبهارات بقى هي فصني 3 فصوص توم اللي انا حطيتهم يتسلقوا. انا ما بحبش التوم عليها كتير، ولا اللي هو اتحط ناي كده عشان بيتعبني. احط بقى هرسهم واحطهم فيها. وطبعا بهارات ايه، شعره كزبره، معلقه كزبره، و7 بهارات، وشويه كمون، اللهم صل على النبي، ومعلقه البودر، وسنه صغيره من هي اللهم صل على النبي، شويه ملح، وشويه فلفل اسمر، ودي اللي هي البابريكيا اللي هي الكاري او الكركم. انا حاطه بقى اللي هو ايه الزعفران، سنه صغيره زعفران يديها لون. وشويه ملح، وما يكونش ملح كتير عشان هو لو حادق لو هو حادق ما تعرفش تتصرفي فيه لو القرنبيط حادق. احط بقى البيض، 3 بيضات احطهم اهو. احط الفلفل الاسمر عليه عشان ريحه الزفاره اهو. هنقلب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى شويه الدقيق، كوبايه الدقيق، نقلب. حاجه صحي.
احط بقى كوبايه الزبادي. ما عندكيش مش اشكال حبه لبن ايه حليب عادي، ما بس الزبادي بيخليها طعمها حلو ما شاء الله يعني. اهو احط بقى البهارات اللي انا قلت لكم عليها. احط الثوم، معلقتين بقى النشا نخلوها ناشفه. طبعا هي كده ماسكه، احط لها ايه سنه ميه. بقى الخضره اللي هي كزبره، سنة ميه كمان. ادوق بقى الخليط. احط سنة ملح صغيرة. اهي الورديه كده. طبعا الزيت قدح اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا بقلبه اهو. اخلص تقليبه وادوق. اطلع بقى.
لازم يبقى لونها فاتح كده اهي، متخليش اي حاجه خالص. طلعها على المناديل عشان لو عايزت ولا حاجه المناديل ايه تشرب. يعني ان شاء الله طعمها يبقى حلو اوي. يعني خلاص تطلع بقى ولا طبلة. حط بقى البطاطس. الحبة اللي فاضلين هما، ما اقولش بقى ده مش هيقضي. حط البطاطس كده اهو. هطلعها بقى ورقة. هكمل بقى تطلع البطاطس. دي كانت حتة قرنبيط فاضلة. البطاطس اهي فاهمة. البطاطس ناشفة ازاي. ما شاء الله وصفة حلوة والله، وجربوها وقولوا لي ان شاء الله باذن الله تعجبكم. انا عن نفسي اعتمدت انا الوصفة دي. خلاص بقى تطليع ووريكم. انا خلصت اهو. ما شاء الله حلوة ناشفة وحلوة ناشفة اهي، وبرده القرنبيط ناشف. شويه بقى مخلل جنبهم، شويه عيش بلدي من احنا بنخبزه في الفرن البلدي، شويه سيريس، شويه سيريس مش عارفه عندكم بتقولوا ايه، شويه جرجير، وكلوا بقى بألف هنا، وقولوا لي بقى ايه رايكم فيها. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه.